الحلول مع شخصية الضحية. أول حاجة، إذا كنت أنت تمثل هذه الشخصية، اعرف إن الحياة ما مستقصدتك. المشاكل والظروف تحصل مع كل الناس، والأشخاص المسيئين موجودين في حياة كل الناس. ثاني حاجة، انتبه إنه كل مشكلة فيها فرصة للنمو، بس عليك تفعل الجانب الإيجابي عشان تكتشف فرص النمو هذه. ثالث حاجة، اتعلم الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى. شخصية الضحية للأسف هي جاحدة لنعم الله. رابع حاجة، تحمل مسؤولية حياتك، وهذا ما يصير إلا إذا اعترفت إنك ما أنت ضحية. ما في أحد ضحية أحد. كل موقف يصير وراه رسالة، نتعلم ننهض وننمو. طيب، ثاني حاجة، إذا كان اللي معانا هو شخصية ضحية، مرة انتبه إنه يكون في صفر تفاعل. شخصية الضحية يتغذى على طاقتك، على تفاعلك. إيوة، طيب، طبطبتك، بكاك معاه، تفاعلك مع قصصه. خلي تفاعلك صفر، انت بكده تجفف طاقتك اللي هو يتغذى عليها. بعض شخصيات الضحايا ومن تجربتي يغضب لما يكون متعود انك انت تتفاعل معه، بعدين تسوي صفر تفاعل. عادي، كمل صفر تفاعل، هو حيبطل مع الوقت. تاني حاجة، انتبه انك تسوي شيء نيابة عنه، وهذه اقولها برضو من تجربة، مرة شيء سيء. صدقني ما يثمر فيه نهائيا. هو كده كده شكاي بكاي، سويت له ما سويت له حيشتكي ويبكي. أخيرا، إذا كان شخص يهمك أمره، يعني مثلا يكون أمك أو أبوك، وهذه مرة تصير كتير، ويا كتر القصص اللي جاتني زي كده وأنا بنفسي باشرتها. فحاول تساعده. إذا كان شخص يهمك أمره ساعده. هو شخصية الضحية حاسس إنه هو ضعيف، رغم إنه هو أبدا مو ضعيف، عنده إمكانيات وقدرات وقوي وموهوب، لكن هو كده حاسس. فأنت ساعده، نبهه على قدراته وإمكانياته، أعطيه حلول عملية، رغم إنه من تجربتي ما ياخذ بهذه الحلول بصراحة. أكتر حل أنا جربته ونفع معاه هو صفر تفاعل.